لما يهل علينا رمضان ياخدنا الحنين لأيام زمان، بيلم العيلة في ليالي الشهر الكريم وصحبة ترافقك في صلاة التراويح. زمان كنا بنشوف كل البيوت في الشارع بتلم فلوس الزينة من نص شهر شعبان، وكل البيوت بتفتح بيبانها وشباب المنطقة يطلعوا يعلقوا الزينة والفوانيس. فاكرين كنا بنشوف أمهاتنا قبل رمضان بيشقلبوا كيان البيت، لازم يعني تنظيفة رمضان المحترمة، ولازم نشتري فانوس الصاج الكبير اللي يقرب يبقى تونة ونحطه جوه الشقة وبره البلكونة، وتجيب لنا كلنا فوانيس وتعلق الزينة في البيت كله. ولازم البيت يتملي خير، إيش كنافة وإيش قطايف وقمر الدين وصوبيا ومكسرات. فاكرين شنط رمضان بتتملي بالخير كله، وليلة الرؤية تتجمع العيلة كلها قدام التلفزيون بعد صلاة العشاء علشان يسمعوا ميعاد الصيام. يا سلام على فرحتنا. والمفتي بيقول هو غدا أول أيام شهر رمضان كلنا نقوم نحضن بعض ونجري على الشوارع نشتري الزبادي البلدي والفول السحور والعيش السخن من الفرن. كلنا نسمع في كل البيوت أغنية أهو جه يا ولاد ورمضان جانا، وصدى الصوت طالع من كل البيوت في نفس الوقت. أما عن طبلة المسحراتي كلنا حافظين ميعادها، ويا سلام بقى لو نداك باسمك علشان متوسع عليك قبل ما الشهر يبدأ. في السحور كلنا بنصحاله من غير منبه، كلنا بنطبق من كتر الفرحة وبنمثل اللي احنا نايمين في السرير. كلنا بنصحى على ريحة أحلى طبق فول والبيض المقلي والجبنة بالطماطم والبطاطس المحمرة، وبنسمع من المنور إذاعة القرآن الكريم شغالة. كل الشوق وقت السحور. عمرنا ما ننسى حلقات الشيخ الشعراوي اللي اتربينا عليها سنة ورا سنة، وقعدته على الكرسي وهو بيفسر القرآن الكريم بمنتهى السهولة. قبل الفطار كان لازم نفتح القناة الأولى علشان نسمع شيخ النقشبندي والقرآن بصوت الشيخ محمد رفعت، وأول إما يقرأ ويقول صدق الله العظيم يبقى كل البيت كله على رجل علشان السفرة تتجهز. الله على صوت المدفع اللي كان بنستناه في التلفزيون، والأذان بصوت الشيخ محمد رفعت كان له طعم تاني. يا سلام على تفانين اللي أمهاتنا بيتحفونا بيه في الفطار، من أول كوباية الخشاف إما بطننا تتملي بالمحمر والمشمر، آخر تحلي بالكنافة بالمكسرات والقطايف اللي اتحشت من قبلها بشهر استعدادا لشهر رمضان. كنا ناكل واحنا بنتفرج على بكار ورشيدة والقمرة الخفية لإبراهيم نصر، وبعدها نجري علشان نلحق صلاة التراويح. كنت تنزل الشارع تلاقي كل اصحاب عمرك واهلك وجيرانك ماشيين كتفهم بكتفك، جايبين معاهم تمور بيوزعوها قبل الخطبة وبونبوني بيفرحوا بيه الأطفال. ويفضل رمضان ضيف عزيز على قلوبنا، روحه خفيفة بيجي وبيمشي بسرعة، بس هيفضل سايب فينا ذكريات حلوة